تخيل يا صديقي في عصرنا الحالي ينتشر فيروس اقوى بكتير من فيروس كورونا. الفيروس ده عرف يقضي على اكتر من 2 مليار بني ادم حول الارض، واسم الفيروس ده ار. ولكن الامر ما وقفش لحد هنا، لانه حصلت طفره في الفيروس حولت الحيوانات لوحوش شرسه، والطفره انتشرت حول حيوانات العالم، واصبحت البشريه مهدده من الفيروس والوحوش، وبدا العالم ينهار. لذلك العالم قرر انه يضرب 1000 قنبله نوويه، اعتقادا منهم انها هتنهي على كل الحيوانات. ومن رغم انهم عارفين انه ده ممكن يدمر كوكب الارض، بس اعتمدوا على نظريه انه الكواكب اللي ضرب الكوكب من 65 مليون سنه وقضى على الديناصورات كان اقوى من القنابل النوويه بالاف المرات. ومن رغم كده كوكب الارض نجا من الدمار. وايضا بعد عام واحد من انفجار قنبله هيروشيما نبتت النباتات مجددا. كمان في موقع الاختبار النووي في نوفايا رجعت الحياه للمكان مجددا. لذلك فعلا ضربوا 1000 قنبله نوويه، واللي حصل بعدها انه ما نجحش فيها القضاء على الفيروس والوحوش، بل بالعكس تماما ده ادى الى فناء البشريه اكثر. وبعد الخراب ده كله ما تبقاش حول العالم غير 5 دول فقط، واللي طبعا اتحدوا. زي ما الفيروس عمل طفره اثرت على الحيوانات، برضه حصلت طفره اثرت على بعض من البشر وجعلت منهم محاربين بقدرات خارقه، واللي طبعا بداوا في قتل كل الحيوانات المصابه. وهنا بقى دخلنا في عصر يدعى بعصر النيرفانا. المهم قبل ما نبدا صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجهز كوبايه القهوه عشان جايب لك قصه النهارده تليق بذوقك يا عزيزي المشاهد. قصه خيال علمي بحت وملهاش اي صله بحياتنا الواقعيه، وكل الافكار اللي هتظهر في الحكايه عايزك تسمعها من هنا وتطلعها من دماغك من هنا. استمتع بس بسيناريو القصه والخيال العلمي اللي فيها. معلش طولت عليك، ويلا بينا نبدا حكايتنا. ده لوفينج طالب ثانويه فقير، وكاحيانا يكون هو وصاحبه بيبصوا على مدينه مدمره ومهجوره ونفسهم انهم يستكشفوها، بس ده طبعا ما ينفعش عشان المقاتلين بس اللي يقدروا يعملوا كده. بس لوفينج يلاحظ انه في حاجه في السماء، ولما يركز ما يلاقيش حاجه. يقول شكلي كده بدات اخرف ولا ايه؟ بس فعلا بيكون في نسر اسود بالسماء وراه طيارات عشان توقعوا على الارض، ولكن النسر يدمرهم. وبعدها نشوف قائد القوات العسكريه يؤمر انهم يجيبوا مقاتل يقتله، ولو هو صاحبه لسه بيتمشوا في المدينه، وشاشه الاخبار اللي جنبهم تقول انه العلماء قدروا يقللوا معدل انتشار الفيروس بنسبه 30%. ويكمل لوفينج انه كل الناس الان اصبحوا عندهم اجسام مضاده ضد الفيروس، عشان كده في شويه منهم يتحولوا لمقاتلين. واذ باللحظه دي تعدي من جنبهم المزه الجميله دي، وتكون زميله لوفينج في الفصل. لوفينج تسمر مكانه من الجمال ده. صاحبه يبص عليه وكانه يقول شكلك وجعت يا صاحبي، واللي هي كمان بتقف بتبص عليه، وشكل الحب متبادل من الطرفين. يروح عليها والبنات صحابها يسيبوها يقولوا لها يلا الفرصه جات لك عيشي بقى. ونعرف انه اسمها شو شين، ولكن لسه بيتكلم. وبيجي زميلهم الغني والمغرور تشانج بعربيته وعايز يوصل شو شين لبيتها، وباين على لو وشو شين انهم مش طايقينه. بس في اللحظه دي بيعدي النسر الاسود ويكسر كل زجاج المدينه، بس لو يمسك شو شين ويحميها ويعرف يتفادى كل الزجاج. لسه بينزلها على الارض النسر الاسود يرمي عليهم ريشه اللي زي السكاكين، بس قبل ما يصيبهم يرمي مقاتل سيفه ويكسر كل الريش. وبعدها المقاتل والنسر يطيروا بين الغيوم وتحصل بينهم معركه شرسه، بس في النهايه المقاتل هو اللي فاز والنسر بيقع. ولو هنا بيكون شاف المعركه كلها وانبهر من قوه وسرعه المقاتل، ويقول في سره انه يتمنى يكون مقاتل برضه. ثاني يوم بقى في المدرسه تشانج يعرف انه لو حلمه يكون مقاتل، وبيتنمر عليه ويقول له انا اللي هكون مقاتل. بعدها يستعد هو واللي معاه يضربوا له، بس له يمسح بكرامتهم الارض. بس بيكون في مدرب فنون قتاليه شاف كل اللي حصل وانبهر، ويسال السواق بتاعه عن لو فينج، بس يرد السواق انه ما عندهوش بيانات عنه. وبعدها لو يرجع لبيته ونعرف انه في مدينه فقيره عكس المدينه الراقيه اللي كانت فيها مدرسته. وكمان نعرف انه اخوه قعيد وقاعد على كرسي متحرك. وبرضه نعرف سبب امنيه له بانه يكون مقاتل، بسبب انه عايز يجيب بيت فيه اسانسير عشان اخوه يعرف يطلع ويدخل براحته من البيت، وبرضه عشان يساعد ابوه اللي بيشتغل دايما عشان يعرف يجيب مصاريفهم. نكتشف انه تشانج كان باعت رجاله بيراقبوا لو فينج، واللي تاني يوم بيهجموا عليه عشان يروحش امتحان المدرسه. بس على مين يابا ريح يلا. وفعلا الواد عرف يغلبهم ويضربهم كلهم، بس بيتاخر على الامتحان بربع ساعه. طب كده المراقب بيكون مش عايز يدخل صاحبنا لو فينج، بس بيجي المدرب اللي شفناه واللي اسمه جيانج بيخلي لو يدخل الامتحان. بس تفتكر صاحبنا تشانج يسكت؟ لا والله، بيخلي 2 من صحابه يمسكوا في بعض في اللجنه ويوقعوا ورقه امتحان لو على الارض، وتشانج بيدوس عليها بس ياخدها لو تاني ويحاول يخلص الامتحان في الوقت المناسب. التعب والارهاق بيعرق ويغمى عليه. وبعدها نشوف تشانج ونعرف انه عمه مقاتل. ولو بيفوق في المستشفى ويلاقي القمر شو شين جنبه، وبتقول له انه كان في غيبوبه لمده 3 ايام، وبتشكره على انقاذه لها اخر مره. بس هنا بيدخل تشانج وبيعمل نفسه صاحب لو المقرب وكده قدام شو شين، ولما يمشي لو يتعصب لدرجه انه بيتني الحديد السرير. بس الواد اصلا هنا اتصدم من قوته. وفي اللحظه دي بيجي له المدرب شيانج وبيقول له انه سقط في الامتحان، بس يبشره انه قوي وممكن يقدم في اختبار المقاتلين الاولي، ولو نجح هيكمل في الاختبار الثاني، ولو نجح في الاثنين هيعرف سر خطير ما حدش يعرفه غير المقاتلين، وانه طريق المقاتلين احسن بكتير من طريق التعليم، وهيعرف يوفر لعيلته كل الفلوس اللي يحتاجوها. ولو فينج بيوافق طبعا عشان يعرف يساعد عيلته. تاني يوم بنشوف ابو لو
فينج رايح على شغله، ولوه راح ركب العربيه مع المدرب جيانج ويتعرف على واحد اسمه يانج وو، وهو برضه راح يقدم على اختبار المقاتلين الاولي. ويقول لوه فينج سمعت لسه مخلص امتحان الثانويه، معقول عمرك 18 بس؟ لوه يحرج يرد، بس المدرب يقول مع انه لسه صغير بس معاه فرصه يجتاز الاختبار. يانج يهزر معاه ويقول اهلا بك يا نونو، امامك مستقبل كبير. بعدها يساله هيعمل ايه لو نجح في الاختبار. لوه يقول له والله ما فكرتش في كده. يرد عليه يانج وو ويقول له اي مقاتل قدامه 4 خيارات، الاول انه يلتحق بالجيش ويحمي الناس من الوحوش، والثاني انك تنضم لنادي عسكري وتبادر انت بالهجوم على الوحوش، الثالث هو الانضمام لنقابه وده هيحسن الاقتصاد الصناعي، الرابع انك تكون مرتزقا تحمي المناطق النائيه بمقابل مادي. مثلا انا هنضم للنادي اللي فيه المدرب جيانج. صح يا مدرب. يرد المدرب ايوه، هنوفر لك فيلا منفصله وكمان مرتب شهري بقيمه 20,000 دولار. يانج يقول له كويس انك فاكر. ولو هنا يتصدم من الارقام دي ويقول كده هقدر اغير حالتي الاجتماعيه واساعد اهلي، بس انا اخترت ان اكون محارب بدل ما ادخل جامعه، كده مش هقدر اشوف شو شين تاني. وباين عليه الحزن يا صديقي. وبعدها في المدرسه شو شين بتكون مستغربه من غياب لو، ومن الناحيه التانيه بتيجي مكالمه لشيانج تخليه يجري مستعجل. برضه باقي الفصل بيعرف انه لو فينج بيقدم على اختبار المقاتلين ويتصدموا. ونرجع لمكان الاختبار ولو فينج بيلاقي المقاتل اللي انقذه من النسر الاسود، وفي مقاتل تاني اسمه وو تونج بيرحب بيهم ويحط كل واحد من المختبرين في كرسي محاكاه، وكلهم بيشوفوا نفسهم في المدينه المدمره اللي كلها وحوش، والكل بيهجم على الوحوش الا لو فينج اللي خايف ومتوتر ومش عارف يعمل ايه، بس يفكر لدقيقه في عيلته وحالتهم الماديه وانه بيعمل كده علشانهم. وفعلا بيتشجع ويحارب مع زمايله وبيدخل على وحيد القرن ده لوحده، وبيبهرنا بقوته. ويانج وو بيعرف فعلا انه موهوب، بس سيفه بيتحشر فيه وحيد القرن وبيسيبه يقاتل بايده، بيضرب نمر كده وباقي زمايله بيخلصوا عليه. من الناحيه الثانيه نكتشف انه شغل ابو لو فينج في بيت تشانج، ونرجع للو فينج وزمايله اللي بيكونوا في بيت مهجور، ولكن بيكتشفوا نسر ذهبي قوي بيطير كل زمايل له الا له نفسه، وبيهجم عليه بس سلاحه من اول ما يلمس الوحش بيتكسر، والوحش بيطير ولو فينج بيمسك فيه ويطير معاه وبيضرب عين الوحش بباقي سيفه، بس وقتها النسر بيوقع لو فينج من عليه وبيقتله. وبعدها لو يفوق من جهاز المحاكاه ويكتشف انه نجح، لا وكمان جاب اعلى نقطه بين زمايله. بعدها بيعرفوا باقي الناجحين انه اختبارهم الثاني بعد شهر، وفي الفتره دي هيتدربوا على حاجه اسمها الطاقه الجينيه. من الناحيه الثانيه في بيت شانج بيضربوا ابو لوه ويتهموه انه كسب ممتلكات غاليه، وبعدها يؤمر بضرب ابوه تاني والعمال اللي معاه، بس هنا بيجي لوه فينج وبيضربهم كلهم، وده طبعا من تخطيط شانج واللي بيطلب البوليس ويقبض على لوه فينج. وشو شين بتكون شايفه ده كله، وفي السجن بيقولوا هيحبسوه على ذمه التحقيق، ووالدها لوه فينج بيدافعوا عنه، بس الشرطي بيقول انهم مش هيقدروا يعملوا حاجه غير لما يخلص التحقيق. السجن بقى سجين بيطلب من لوه يعمل له مساج، بس طبعا اخونا بيرفض، وده بيهجم على لوه فينج ويقول له انه اجتاز اختبار الصيادين قبل كده، بس على مين يا روح ماما، ده لوه فينج برضه. فعلا لوه بيجيبه على الارض وبيغلبه. ونرجع بقى لتشانج اللي لسه عايز يدمر حياه لوه فينج وعايزه يطرد من اختبار الصيادين. يخرب بيتك يا ابني، انت مش وراك حاجه غير لوه فينج ولا ايه؟ قام بيتفق مع واحد اسمه زو يبعت بلطجيه في سجن لوه علشان يعملوا له مشاكل، وفي الاول زو بيرفض عشان لوه فينج قوي، بس يوافق في الاخر لما تشانج بيهدده. الناحيه الثانيه عم تشانج يتفق مع سجين اسمه كوبرا انه هيخرجه من السجن وهيخليه يشتغل مع فريق مقاتلين كمان. مش بس كده، وكمان هيلغي السجل بتاعه انه قتل واحد زميله في اختبار المقاتلين، بس في المقابل انه يقتل لوه فينج. ونعرف كمان انه كوبرا ده قوي جدا وقتل زمايل كتير معاه في اختبار المقاتلين. من الناحيه الثانيه نشوف تشو شين بتتصل بالمحقق اللي ماسك قضيه لوه فينج وتقول له انها شافت كل اللي حصل ومستعده تشهد لصالح لوه. بنشوف المدرب جيانج بيشوف سجل اختبار لوه ويقول انه عنده القوه والمهاره بس ناقصه الخبره، وعلشان السبب ده ممكن ما يقدرش يغلب كوبرا. وقتها المقاتل اللي انقذ لوه يقول انه متاكد انه لوه فينج هيكون مقاتل قوي، وده بسبب انه قوي روحيا. وهنا يا صديقي يبدا يظهر معانا مصطلح القوه الروحيه اللي منتشره اصلا في قصص الدنوا. جيانج اتصدم من كده لانه زاو خبير في الطاقه الروحيه. بعدها نشوف لوه فينج بيفتكر لما يانج وو كان بيسال المدرب جيانج عن اسياد الروح اللي هم مقاتلين بيستخدموا القوه الروحيه ولكن هم نادرين وعددهم قليل، وانه بحث عن معلومات عنهم وما لقيش. وبيرد المدرب ده طبيعي لانهم قليلين جدا، ويفهم انهم مقاتلين بيتعلموا الطاقه الجينيه برضه، ولكن في نفس الوقت بيتعلموا الطاقه الروحيه، وعشان كده المقاتلين الروحيين اقوى بكثير من المقاتلين الجينيين. وهنا يانج بيسال لو يقدر يتدرب على القوه الروحيه، بيرد المدرب للاسف لا، وده بسبب انها موهبه بتتولد بيها، لو ما كانش عندك الموهبه مفيش طريقه تانية تتدرب عليها بيها. هنا لوه يبدا يتامل ونشوف دول بيسالوا نفسهم هو بيعمل ايه بالظبط، ولكن بنظره واحده من لوه فينج يسد بوزهم خالص. افتكر لوه فينج كلام تونج عن 5 نقاط طاقه بالجسم، ودي المعلومات السريه اللي ما يعرفهاش غير المقاتلين، وانه بسبب الاجسام المضاده بتطور خلايا الجسم لحد ما توصل لمرحله تقدر تسحب طاقه من القوم، والطاقه دي بتكسب المقاتل قوه جباره. عشان كده لوه فينج يتامل ويحاول يستشعر النقاط ال5، بس يتوتر وبيعرج والموضوع بيكون صعب عليه.
عليه، ولكن بيقرر انه ما يستسلمش ويكمل، وفعلا يبدا يشعر انه جيناته بدات تتطور وبتسحب طاقه من حواليه. ولكن برضه بنتفاجئ انه كوبرا برضه مقاتل روحي وبيتامل برضه. وبعدها يطلعوه من زنزانته وبيعدي بجنب زنزانه لو فينج ويبعت له تعبان اسود عشان يقتله اثناء ما هو بيتامل وبيهجم عليه، ولو بيفتح عينه بس ما يلاقيش حاجه. وبعدها يروح لساحه الاكل وبيشوف كوبرا وفوقيه الثعبان الاسود، وفي شويه بلطجيه بيرخموا على لو فينج اخونا المشاكل وراه في كل حته. المهم لو فينج يقول لهم انه يقدر يهزمهم كلهم وكوبرا كمان معاهم، وفعلا بيكسرهم ويمسح بيهم الارض. بس لما يجي دور كوبرا لو فينج بينخض من سرعته لاول مره يقاتل حد اقوى منه، ويفضل كوبرا يرمي حاجات زي السكاكين كده، ولو بيحاول يتفاداهم لحد ما يستخدم طاقته الروحيه ويغير اتجاه قطعتين. وكوبرا افتكر خلاص كده فاز لحد ما ينظر خلفه ويتصدم انهم ما جوش فيه. بس الشرطه تدخل عليهم والبطل يبدا يتالم من اللي عمله ويصرخ بقوه كبيره ويغمى عليه. بدأ نشوف رئيس السجن بيكلم شوشين وبتكون جايبه له سجل الكاميرات عشان تثبت براءه لو فينج، ورئيس السجن يشكرها على اللي عملته. وفي مستشفى السجن يشوف لو فينج حواسه اصبحت اقوى، وكمان بيقدر يحرك الاشياء عن بعد ويبدا بيتدرب على قوته ومهاراته الجديده. وبيعرف انه اللي كان حاسس بيه قبل كده هو مرور طاقه في خلاياه وهو ما كانش بيعرف يتعامل معاها. وفي اللحظه دي بيجي له قائد السجن ويبشروا انهم هيطلقوا سراحه. وكمان المساجين اللي هاجموا عليه كانوا خدوا الامر من شخص يدعى تشو، ولما يشوف صورته يقول ما يعرفهوش ويقول في نفسه انا ما اساتش لحد غير تشانج. ومن الناحيه الثانيه تشانج متعصب انه كوبرا ما تمش المهمه، وتشو يزيد من الشعر ببيت انه ما قدرش يمسح الفيديو بتاع الكاميرات المراقبه. لو فونج بلغ مكتب الامن حتى عمك مش هيعرف ينقذك، وده يتجن وعايز يتواصل مع عمه باي طريقه وبسرعه. وبعدها نشوف له خارج من السجن ويطلب من رئيس السجن ويقول له مين الشخص اللي شاهد على براءته. يضحك مدير السجن ويقول له خمن انت بقى، ويسيبه محتار. وعند تشانج يكسر كوبايه ومتعصب. عمه يقول له من النهارده ما تخرجش وانا هتعامل مع مكتب الامن، ويتوعد انه هيقتل لو فونج. وبعدها نشوف له ويعرف انه شوشين هي اللي شهدت على براءته، ولسه ما كملش تفكير تدخل عليه شوشين وياه على الكسوف والاحراج بين الاثنين. ولو يشكر شوشين على شهادتها، ترد انها دايما بتثق فيه. ولو لما يتامل شويه على جمالها يتكسف ويحط راسه على الارض. المهم تبارك له على اجتيازه لاختبار المحاربين، وتقول له فاكره نظرتك للمحارب اللي انقذنا من النسر الاسود، وعارفه انه هدفك خارج حدودنا وانك عايز تحمي العالم. عموما انا هسندك فيه ده، وتكون لحظه رومانسيه كلها امل لصاحبنا. وبعد شهر لو فونج بيتدرب مع المدرب جيانج. الواد ماسك سيف ويعمل اداء رائع، بس على مين؟ كل اللي معاه درع لو فونج مش قادر يصيبه. بالرغم كده المدرب بيقول له تحسنت جدا في الشهر ده، اقدر اقول بكل ثقه انك جاهز للاختبار بكره. لو فونج يقول له ده مش كفايه، انت مش شايف سرعتك في تفادي الضربات عامله ازاي؟ يرد المدرب ده ملوش علاقه بالسرعه، دي حركه جسمي على المستوى الجزئي. ويكمل انه حركه جسم المحارب ليها 4 مستويات: 1 المستوى الاساسي، 2 المستوى الجزئي، 3 المستوى المثالي، واخيرا المستوى الرائع. ما تضحكش عليا يا صديقي، هو فعلا اسمه كده المستوى الرائع. المهم يكمل المدرب شرحه انه المهاره دي بتخليك تتجنب الهجوم باقل حركه من جسمك، وده مبني على توقع الهجوم. لو فونج يتصدم، معقول مستواك من شويه كان في المستوى تاني بس. يرد انه معظم المحاربين الاقوياء اتقنوا المهاره دي، صحيح حتى المحاربين ليهم تسلسل هرمي، ابتداء من جندي، واعلى من جندي بقى كبار المحاربين، واعلى من كده امبراطور الحرب. وكل مستوى من دول مقسم ل3 مستويات: مبتدئ، متوسط، متقدم. وطبعا لما تكون محارب هيكون مستواك جندي، والجندي تقدر تهزمه بالاسلحه الناريه. ولكن كبار المحاربين ما يخافوش من الاسلحه الناريه لانهم اسرع منها، حركاتهم مثاليه. اما بقى امبراطور الحرب ده بقى مستوى تاني خالص، سرعته مخيفه، يقدر يدمر مباني بكل سهوله. ولو فونج يتصدم ويتذكر المحارب اللي انقذه من النسر الاسود، ويسال مدربه هي في مستويات اعلى من كده؟ طبعا بس دول مفيش منهم غير 2 3، والمستويات اللي اعلى من كده تقدر تدمر كواكب. ايه ده كواكب ايه يا ابو عمو؟ صلي على النبي، مش لسه كنا نحكي عن فيروس وقنابل نوويه ومش عارف ايه؟ المهم يجي اتصال للمدرب وبياخد لو فونج ويروح يقابله واحد اسمه تشوجي. الشخص ده لما شاف اختبار لو فونج الاولاني عرف قد ايه هو موهوب، وكمان لما عرف انه بيستخدم القوه الروحيه ما صبرش وراح عرض عليه الانضمام لجدي في فنون الدفاع عن النفس، وبيعرض عليه فيلا وكمان مرتب شهري بقيمه 20 مليون، غير تعليم له مهارات قويه. ويقول ده اكبر عرض قدمه لحد قبل كده عشان يؤمن بقوه لو فينج. ايه هتوقع بقى؟ لو ما عندوش مشكله وقع وانضم رسميا. ويقول له تشوجي انه يقدر يروح للفيلا من النهارده ويسيبه ويمشي. ونعرف كمان انه في المستوى المتقدم من كبار المحاربين. لو يتصدم طبعا، وبعدها لو يجيب عمال ينقلوا عفش بيته. اخوه مش مصدق، انا احلم حد يجرسني كده. لو يقول له ده حقيقي، لقد وقعت من نادي فنون القتال. ويستغربوا لانه ما اجتازش الاختبار الثاني لسه. بس بيجي المدرب جيانج وبياخدهم بيوصلهم بعربيته، واهل لو لحد دلوقتي مش مصدقين. ويبصوا للمدينه الفقيره للمره الاخيره، والمدرب بيعلن انهم وصلوا للفيلا. اهل لو اتصدموا، يتكلم لهم وقلت لكمش انها فيلا عشان اخليها مفاجاه. وبعد ما يعدوا من البوابه لو فونج يلاحظ شو، وبعدها لما يوصلوا لو يعرفهم على الفيلا. كمان في اسانسير تقدر تدخل وتطلع براحتك يا اخي. ولو قاعد لوحده فرحان لانه اخيرا جعل اهله مبسوطين. ويقول اما الان لازم اتعامل مع حاجه تاني. ويروح يقابل شو ويعرف منه انه عم تشانج هو اللي راتب كل حاجه، ويعتذر له تشو. ولو يقول انه
هيتعامل مع تشانج. وتاني يوم استعدوا للاختبار، وهما بيستعدوا بيجي شخص اسمه وان دونج بيقول للو فونج انه كمان جاله عرض من نادي الرعد، ويتحدى لو فونج مين هيتصنف اعلى في الاختبار، بس لو بيرفض لانه مش مهتم. وبعدها عم تشانج يدخل لموقع الاختبار، الحارس عايز يمنعه بس يكون معاه تصريح بالدخول، وفعلا يدخلوه. ونعرف انه مهمه الاختبار قطع اذن الوحوش علشان عايزين منهم الدي ان ايه لاختبارات البحث، ودرجه الاختبار مبنيه على اكبر عدد اذن، واللي هينجح 20 شخص فقط من ال 100 مشارك. وبعدها هينزلوا في المدينه ولو يلاحظ ان المره دي مختلفه خالص عن الاختبار الافتراضي. وبعدها نشوف عم تشانج يترك بيضه بموقع الاختبار ويمشي، ونشوف تشوجي بيشاهد الاختبار، وبالذات لو فونج اللي امامه نمر اسود. لو بيهرب يتفادى هجماته باللي علمه له مدرب جيانج، وفي لحظه خاطفه يقطع بطن النمر ويقتله، واللي طبعا يبهر تشوجي. وبعد ما لو ياخد اذن الوحش يلاقي نمر تاني ظهر له، بس النمر يقع لما يشوفه لو بيلاقي نسر ذهبي بياكل فيه. جرس الانذار بيضرب، نسر ذهبي من المستوى دي في الاختبار، ولسه هيلغوا الاختبار. تشوجي يوقفهم ويقول لا فليكن ذلك، النسر ده لسه صغير ومش بيكمل قوته. ونرجع للو فونج واللي بيقاتل النسر ويظن انه لا يقهر، بس بيفتكر النسر الذهبي اللي هجم عليه والمقاتل اللي انقذه، وبعدها يرمي سيفه على النسر، ولكن النسر في اخر لحظه يتجنبها. بس لو فونج بيفقدش الامل وفعلا بيعرف يحبس النسر تحت صخره، واخيرا بيقطع رقبته. شوجي يقول رمي السيف له كان قاصد انها ما تجيش فيه، وكمان كل حركه عملها كان مخطط لها عشان في الاخر يعرف يقتل النسر. وبعدها الامتحان بيخلص ونعرف انه وانج دونج في المركز الاول ولو فونج في المركز الثاني، بس لو مش فارقه معاه غير انه الحمد لله نجح. ونشوف بعدها لو فونج في قاعده البيانات، ونشوف روبوت تقول له انها هتساعده يعرف اي حاجه عن المحاربين او الاسلحه او اي حاجه ممكن تيجي على باله، يعني زي شات جي بي تي او جيميناي كده. المهم لو يسالها عن المقاتلين الروحيين، فترد انه في نوعين منهم، النوع الاول يقدر يحرك الحاجات عن بعد، والنوع الثاني بيهجم على ارواح الخصوم، انه كلهم بيتعلموا اسرع من باقي المقاتلين، وكمان رتبتهم اعلى بمستويين من المحارب العادي بنفس الرتبه. هنا بيقول له فونج انا على كده على مستوى محارب كبير متقدم. المهم يصطدم من اسعار الاسلحه والمهارات دي، بتقول له انه يقدر يشتري على مراحل عادي. وكمان نعرف عن اقوى شخص بالعالم الان اللي اسمه هونج كوتو، تقدر تمحي امه كامله. كمان هو مؤسس نادي فنون الدفاع عن النفس. المهم صاحبنا تلفت انتباهه مهاره اسمها مهاره سيوف الرعد، ويشتري كتب تعلمه المستوى الاول والثاني من المهاره دي، بس افتكر انه نسي يشتري لنفسه دروع او اسلحه علشان ضيع فلوسه على الكتب. بعدها بكام يوم مقاتل من مستوى محارب كبير متقدم يجيب الكتب للو، بيستغرب لو لانه لازم محارب قوي هو اللي يسلمه الكتب، فبيقول له انه لازم شخص موثوق يقدم الكتب دي، وانت لو شاركت المعلومات اللي في الكتب لاي شخص هتكون مجرم مطلوب من كل الحكومات. وكمان هم حققوا في موضوع اللي هجموا عليه بالسجن وطلعوا تبع تشانج، وممكن يتحبس ل 20 او 30 سنه، ولكن عمه عايز يحل الموضوع ودي بره المحاكم. لما يعملوا اجتماع عم تشانج بيجيب معاه مقاتلين عشان يخوفوا لو، بس لو بيكون مش جاي لوحده، بيكون معاه المدرب جيانج والمدرب تونج والمقاتل اللي سلم له الكتب، واللي طبعا بيدافعوا عن لو. وعروض عم تشانج ما تعجبهمش، ولو يطلب انه تشانج يعتذر ويرجع لابوه، بس طبعا يرفضوا والاتفاق يبوظ. ولو بيقول انه مش هيسكت غير لما تشانج يتحبس، ويشكر له المدربين لانهم وقفوا معاه، فبيعرفوه انه جزء منهم وكلهم واحد. وكمان ديلوك هيكون في فريق قوي من المستوى المتقدم اسمه مطرقه النار، والمقاتل اللي سلم الكتب له واحد منهم، وعموما اسمه تشانج وو. وكمان يقول له فونج انه هيسلفوا ثمن الاسلحه والدرع، بس بيحذروا انه هيتم طرده من الفريق لو ما اشتغلش كويس. بعدها نشوف لو بيجهز نفسه لاول مهمه ليه مع فريقه الجديد، وبيتعرف على الكابتن جو فانج، وبيتعرف على باقي الفريق، وبنعرف انه مهمتهم هي انقاذ مجموعه من المتطوعين اللي كانوا بيجمعوا الحمض دي ان ايه من الوحوش، وكمان قدامهم ساعه واحده علشان ينقذوهم قبل ما اجهزه التعاقب بتاعتهم تفصل. والفريق يوافق ويروح لهناك. شوف الوحوش بتتلم على واحد من المتطوعين، ولكن يسمع صوت غريب ويسيبوه ويروح ورا الصوت عشان نكتشف انه شين واحده من المتطوعين، ولكن بترمي ساعتها وبتهرب من الوحوش. وعند لو فونج وفريق مطرقه النار بيحاصروهم وحوش، بس بيظهر وحش خنزير ليه قرون ويضرب لو فونج، والفريق وقف عشان يشوف ازاي هيتصرف لو فونج مع الخنزير، واللي لو فونج بيبهرهم بمهاراته وهي ضربه في ثانيه بيكون قتل الخنزير. وبيجي المدرب وبيقول له عاش يا بطل. بيفهموا انه الوحوش كمان مقسمينها لرتب، اول واضعف رتبه في الوحوش هي رتبه جندي، وثاني رتبه اسمها قائد، وثالث رتبه اسمها جنرال، ولكل رتبه مقسمه لثلاث مستويات من مبتدئ ومتوسط ومتقدم. وبعدها برضه لو فونج ينظر لقائمه اعضاء المتطوعين ويتصدم انه شين منهم، ويجي واحد من الفريق وبيوريهم جهاز صوتي بيجذب الوحوش، وهو ده سبب انه الوحوش كتيره هنا، وبيعرفوا ان اللي بيحصل ده مكيده وفخ من ناس تانية. واللي فعلا نشوف فريق تاني عن جثث المتطوعين بيبحث لو في حد تاني عايش، والفريق ده اسمه فريق هويا. بالمناسبه الفريق ده هو اللي فيه عم تشانج، فريق مطرقه النار، وهو مكمل في طريقه بيقابل فريق عم تشانج، واللي بيستغرب انه لو فونج انضم
انضم لمطرقة النار. يقول لهم خدتم مبتدئ معاكم خايفين ايش يكون سبب فيها لكم. وهنا شكله بيلمح على حاجة يا صديقي. يرد عليه تشانج ويقول له صحيح ايه اخبار والد اخوه. يقول لي قصده تشانج. فده يتعصب وما يردش وبيعرف انهم هيروحوا لانقاذ المتطوعين ويقول في ضيوف هيشرفونا النهارده. المهم فريقنا يوصل هنا وقناصة مفتوحة عليهم. يقول الشخص ده فريق مطرقة النار هنا. يرد عليه واحد احنا مجهزين ليهم مفاجأة حلوة. ويفضل له فونج والفريق يدوروا هنا وهنا وواحد يلاقي جهاز صوتي ودمره ويخبر القائد بس للاسف في اجهزة تاني وشغلوها وتسمعوا الوحوش وتهجم على فريقنا. واللي طبعا لما شافوا عدد الوحوش جريوا حالا. وعند شوشين تدخل في بيت وتفضل تجري بس القناص ده يشوفها ويضرب رصاصة في الحيط. وحش يدخل لمكان شوشين وفريق مطرقة النار يسمع صوت الرصاصة. وعند شوشين تمسك انبوبة فيها مادة مشتعلة وترميها بجانب الوحش وتمسك ولاعة وتولع النيران بالمكان وتهرب وتطلع لبره بس يوقفها وحش. وتفتكر دي النهاية؟ لا والله وصل له فونج وقطع الوحش. واخيرا لقاء بين الاحبة بس يوصل الفريق ويقطع اللحظة الرومانسية دي. تتلم عليهم الوحوش تاني يشيلها له فونج ويجروا من الوحوش. وهنا نهاية الفيديو. عارف يا صديقي طولت عليك معلش الدنيا مشاغل والله. انتظروا الجزء الجديد وفي النهاية نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلام.